اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. راجع لكم النهاردة إن شاء الله بحماس فيديو كده إن شاء الله تحفيزي، أكلة حلوة هنعملها مع بعض، وهنعمل روتين على السريع كده، شوية مواعين وشوية حاجات كده في المطبخ هنظبطها مع بعض. يلا بقى قولولي بتبدأوا يومكم من الساعة كام؟ أنا هنا بادئة يومي من الساعة 5:30 صباحا. والله شايفين حتى الشمس لسه ما طلعتش، ويا دوب الصبح كان مشقشق كده، وصوت الديك مع الأصوات الجميلة دي بتاعت أجواء الصباح. يعني بصوا دي كفيلة إنها تديكي يعني حماس وباور لوحدهم. ادي نفسك طاقة إيجابية رغم أنف الكل، يعني مش شرط الإرهاق والخنقة والدنيا اللي انتي بايظة دي كده عندك. بصي عايزة أقولك أنا والله العظيم نفس النظام، نايمة متأخر صاحية بدري مرهقة مفيش طاقة، يعني حاجات كده كوكتيل من الإرهاق والتعب. بس هنعمل إيه؟ يلا كده تابع معايا الفيديو للآخر، متأكدة إن شاء الله إن الفيديو هيعجبكم. ويلا تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أحلى أكلة من اللي قلبكم يحبها. يعني بصوا شوية فاصوليا النهاردة هعملها، يعني زي ما قال الكتاب هعرفك ازاي الفاصوليا ما تتهريش منك، والقشرة بتاعتها تبقى محتفظة، يعني الغلة نفسها تبقى محتفظة بالقشرة ما تتفكش منك في الصلصة ولا حاجة. هنعمل بقى على طبقين اللحمة دول 3 كيلو لحمة ما شاء الله اللهم بارك، ألف هنا وصحة على كل اللي دقها. ويلا تعالي نبدأ الفيديو مع بعض. ولو انتي الأول مرة بتشوفيني أنا نورة عبد الواحد ودي قناتي، أتمنى انك انتي تدوسيلي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا حبيبة قلبي تعالي نبدأ الفيديو مع بعض. هنا بقى جبت الحلة الكبيرة بتاعتي، هحط معلقتين سمنة محترمين كده، هسيبهم يسيحوا ويتقطعوا على النار. تمام. بعد كده هجيب اللحمة بتاعتي، طبعا غسلها غسلة نظيفة وزي الفل. وبعد كده بقى هنزل بحتة حتة او قطعة قطعة، وهديها بقى صدمة كده على النار. الحركة دي بصراحة بتعملي بتخلي اللحمة نفسها كده يعني يعني زي ما تقولي تاخد صدمة على النار، وفي نفس الوقت محتفظة بالقوام بتاعها وتطري لي الأنسجة بتاعتها. تمام. هنا بقى هاخد الكمية كلها اهو، بحيث ان انا اخلي الطبقة الاولانية دي كده يعني لمسة النار، لمسة قصدي السمنة يعني متشبعة بالسمنة زي ما بتشوفوا كده حبايب قلبي اهو. بس كده اهوت، وسبتها بقى كده تتشمع تشميعة حلوة على النار، ما رضيتش اقلبها غير لما تاخد صدمة من تحت. هنا بقى جبت بصلاية كبيرة وقطعتها عشوائي مع قرن فلفل رومي مع فصين توم، ونزلت كلهم بيهم ده كده على يعني يعتبر خلطة كده او تتبيلة احنا بنعملها للحمة، عشان بس تدينا نكهة حلوة وطعم يكون غني وجميل. تمام. هنا بقى كانت مشترياتي دي من السوق بسيطة وعلى قد الإيد، شوية طماطم، يعني اللي بيجيب طماطم يا جماعة دلوقتي وبصل من أغنياء البلد بصراحة. البصل فعلا، البصل خلاص نفستنا شالت منك يا بصل، والله العظيم حتى لو رجعت وبقيت ب3 جنيه برضو النفسية شالت منك. يلا الحمد لله ربنا يغنينا بالحلال. كنت جايبة برضو شوية بلح من الأصفر دوت البرحي، فرح بتحبه وبتروح بيه المدرسة فجبته لها. وجبت الطماطم عندنا ب16 جنيه الكيلو الحمد لله، بعد ما كانت ب25 اهي نزلت لحد 16. وهنا بقى يا جماعة جبت بصلاية كبيرة وهضربها كده على الكبة وافرمها فرم ناعم. وجبت الحلة بتاعتي اهوت هسيبها على النار لحد ما تسخن، وهنزل بمعلقتين سمنة وهوريكم دلوقتي اهو. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا نزلت بمعلقتين سمنه. وطيب هتعملي ايه يا نوره؟ هنا انا بعمل البصلايه كده يا دوب تدبل معايا على النار لحد ما انا اللهم صل على النبي احضر الطماطم بتاعتنا
عايزه اقول لكم شويه فاصوليا عملتهم، والله العظيم الكل حلف بيهم ما شاء الله. القوام نفسه، الحبايه نفسها بتاعت الفاصوليا كانت محتفظه بالقشره بتاعتها، مش اللي هي بتفك كده ولا اتهرت. يعني ما شاء الله. هقول لكم دلوقتي انا عملتها ازاي، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. ولو انتي وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لايك، يا ريت تدوسي لي لايك. يعني اللايك مش هيفرق معاكي في اي حاجه، بل بالعكس هيفرق معايا انا، وهيخلي الفيديو ينتشر ان شاء الله لغيرك من المتابعين. وهنا برضو يا بنات دي ضمن المشتريات بتاعتي، جبت كيلو الا ربع من الفاصوليا اهو، وجبت 2 كيلو من الرز. هنا بقى البصلايه بتاعتي اتدبلت معايا اهو، اللهم صل على النبي. كنت نازله بيها برضو بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، شوحتهم مع بعض في البصلايه. وهنا يا بنات نزلت بالطماطم بتاعتي اللي انا عصرتها في الخلاط، بتاع نص كيلو او كيلو الا ربع من الطماطم، على حسب الكميه بتاعتك. بس انا زي ما قلت لكم كده الكميه بتاعتي دي خدت كيلو الا ربع من الطماطم. وبعد كده هحط التوابل بتاعتي اهو، نص معلقه تانية صغيره من الكزبره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، مرق الدجاج واحده، وهحط يعني ربع معلقه من السكر. طبعا خدوا بالكم اي حاجه فيها تسبيكه او صلصه او اي حاجه من ده كله لازم رشه السكر او ربع معلقه السكر، ربع معلقه صغيره. تمام. هنا يا جماعه بصوا كانت اللحمه الحمد لله يعني كانت استوت معايا وعلى الاخر. يعني بصوا ما شاء الله بقت زبده اهو، شايفين؟ اللهم بارك. يعني اللحمه جميله جدا جدا، وكانت زبده وطعمها خرافه. وهنا يا حبايب قلبي هوريكم دلوقتي الفاصوليا انا بعمل فيها ايه. جبت طبعا حله على النار وحطيت فيها ميه، وبعد كده نزلت بالفاصوليا بتاعتي، يا دوب هتقلب قلبتين 3 وهسويها بتاع 3/4 سوا، خلاص، او نص سوا. بصوا لا نص سوا، تمام. نص سوا هتسويها في الميه دي كده بتتسلق عادي نص سوا، وبعد كده هننزلها من الميه ونصفيها وهنحطها في التخديعه او الصلصه. وهقول لكم دلوقتي الخطوات، بس خلينا دلوقتي نكمل. اللحمه احنا دلوقتي بنعمل ايه. جبنا الصينيه بتاعتنا الكبيره بتاعت البيتزا، ونزلت بمعلقه محترمه كده من السمنه، وهنزل بقى باللحمه بتاعتي هحمرها تحميره بسيطه، وهنعمل لها شويه صوص كده من فوق. يعني بصوا ما شاء الله الاكله دي كانت محتاجه رقاق يا جماعه والله العظيم. اه والله انا بعشق الرقاق بالشوربه، بس للاسف ما كانش عندنا رقاق. تمام. يلا كده شايفين بصوا نزلت بالكميه كلها، وانا طبعا مش هقلب اللحمه ولا اي حاجه غير بس لما تاخد معايا صدمه من تحت. وهنزل هنا بقى بشويه تخديعه كده، يعني ما يقارب كوبايه كده او كام كبشه شوربه، قصدي صلصه كده، بحيث ان اللحمه يعني تفك كده من الصينيه، وفي نفس الوقت الصلصه تنزل كده على السمنه اللي انا بحمر فيها اللحمه، فتديني تديني صوص حلو ورائع كده. ومش عارفه بقى جت معاكم اللقطه دي ولا لا. نزلت هنا بشويه كمون. الكمون هنا بصراحه بيخلي طعم اللحمه في حته تانية خالص. هنا بقى زي ما قلت لكم الفاصوليا اتسلقت معايا نص سلقه، وجبت طبق بلاستيك فيه ميه ساقعه، ميه ساقعه عادي من الحنفيه. وهنزل هنا بقى اللهم صل على النبي بالفاصوليا. تمام. انا كده صفيت الفاصوليا من ميه السلق وحطيتها في ميه نظيفه ساقعه من الحنفيه. وكده الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت بالتوابل اللي احنا حطيناها، وظبطنا الملح وكل حاجه، ونزلت بالفاصوليا المسلوقه نص سوا. تمام. وهنا يا حبايب قلبي هسيبها بقى على نار هاديه شمعه كده لحد بقى ما تستوي معانا. وهسويها بتاع ربع سوا تاني، يعني هتبقى 3/4 سوا. وخلاص كده هطفي عليها النار، فالبخار بتاع النار على بال ما اغرف وعلى بال ما الناس تيجي ومش عارفه ايه وكله يتحضر كده للغدا، ولسه هتسخنيها تاني. الربع التاني بقى اللي باقي من السوا كده هتستوي الفاصوليا مع نفسها، وهتبقى يعني ماسكه نفسها معاكي، وقوامها هيبقى زي الفل، والقشره بتاعتها هتبقى محتفظه بنفسها. تمام. يعني بصراحه ده التكنيك بتاعي بتاع الفاصوليا اللي بتخلي الفاصوليا نفسها ماسكه نفسها. انا قلت كميه نفسها النهارده يعني كفيله انها
تخليني اقفل الفيديو دلوقتي. طيب هنا بقى كانت شويه مواعين، قلنا اما نشطبهم مش نشبطهم نشطبهم كده مع بعض. سامحوني يا جماعه، انا صاحي 5:30، عارفين يعني ايه 5:30؟ لحد دلوقتي ما نمتش والله. فيلا الحمد لله، ربنا يعيننا جميعا يا رب ويبارك في اعمارنا. طبعا هنا الحلل بتاعتي مطرح الطبيخ، فانا هنا بقى الحله دي برضو مطرح اللحمه. فضيت بقى الشوربه بتاعتي وحطيتها في الفريزر، بحيث ان انا لما احتاج اي حاجه تكون داخله فيها شوربه محتاجاها فايه استخدمها. وهنا بقى على السريع زي ما انتم شايفين حبايبي، شطبت المواعين كلها والرخامه مع الحوض بتاعي. يلا كده على السريع وانتي واقفه، يعني بصي حاولي انك انت تجيبي كل حاجه مره واحده علشان ما تبقيش مهدوده في الطبيخ وكل حاجه، وبعد كده تطلعي من مطبخك سايباه يضرب يقلب وسايبه المواعين فيه، وبعد كده ايه تلاقي هم لسه على قلبك. فنصيحه، والاكل على النار حاولي انك انت ايه تخلصي المواعين اللي في الحوض بحيث انها تبقى تعبه بالمره. تمام. طيب هنا بقى زي ما قلت لكم الفاصوليا على نار هاديه خالص، وانا كده شطبت المواعين وخلاص كان وقت الغداء قرب، يعني نص ساعه كده ولا ساعه ولا حاجه وهنحط الاكل. تمام. فانا قلت اما اعمل الرز في اخر حاجه بحيث انه يبقى سخن ويحتفظ بالسخونيه بتاعته. هنا بقى هعمل رزايه واحده واحده ومفلفل ما شاء الله، وهتشوفوا معايا الطريقه بتاعته. مفيش غير انك انت بتحطي شويه الزيت مع معلقه سمنه اللي هيخلي الرز معاكي مفلفل وحلو. فبس كده اهوت هتحطي بقى يعني كوبايه من الرز كده وهتحمريها على النار تحميره حلوه. وبس يا جماعه، هنا بقى حطيت الكميه كلها بتاعت الرز وهقلبها لحد ما يسخنوا تماما. وكده كانت عندي ميه سخنه هسقيها الرز بميه سخنه وهظبط الملح بتاعه. وكده كان الرز بتاعنا اهو. وهنا شايفين بصوا على اللهم بارك، يعني الرز خلاص دخل في السوا في وقت بسيط جدا جدا. ليه؟ لانك انت سقيتيه ميه سخنه. تمام. والفاصوليا بتاعتي كانت زي الفل ومسلوقه، يعني ما شاء الله لا باين عليها نيه ولا اي حاجه، في نفس الوقت الحبايه محتفظه بالقشره بتاعتها. واهو صينيه اللحمه ما شاء الله اللهم بارك كان غرقانه من الصوص اللي احنا عملناه. الف هنا وصحه على كل اللي ضاقه. وهنا بقى يا جماعة هنغرف مع بعض. ألف هنا وصحة على كل اللي داق الأكل بتاعي. والحمد لله نحمد ربنا على كل حال، نحمد ربنا في السراء والضراء. الواحد اللي بياكل لحمة بيشبع، بناكل جبنة بنشبع، بس أهم حاجة الستر والبركة اللي في البيت. وهنا يا حبايبي عايزة أقول لكم كان في تكاية أنا بصراحة مرضتش أمنتجها. الفاصوليا زي ما تقولي كده حدقت معايا سنة، الملح بتاعها زاد شوية. فبصي هقولك على حاجة تتخلصي من الملح الزايد بإيه؟ تجيبي بطاطساية وتحطيها مع الطبيخ بتاعك او اي حاجة كانت مالحة، تجيبي بطاطساية تقطعيها كده وتحطيها عادي عشوائي. وهنا فعلا ما شاء الله اللهم بارك لما حطيت البطاطساية امتصت كل الملح اللي كان في الفاصوليا واتظبط الملح بتاعها على الشعرة. ودي كانت بقى الأكلة بتاعتنا النهاردة. الغدا بتاعنا بسيط وسهل والحمد لله على قد الإيد برضو، يعني الواحد يحمد ربنا على كل حال. أتمنى أن الفيديو ينال رضاكم، أتمنى أن كنتوا تشجعوني وتشدوا حيلكم شوية كده في التفاعل وتدوسوا لي لايك وتقولوا لي إيه رأيكم في الفاصوليا بتاعتي. هسيبكم في حفظ الله واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد.